صافي وغادي نديرها في هذاك كما قلت لكم في هذا الشكل اللي شديتو، قسمت درت نصو قصته في الشوكولات وخليت ليه نصو، كيبقى تزيين على حسب الاختيار ديالكم. المهم هذه فكره ديال الحشوه وصافي. ها نتوما كنبقى ندخل هذيك الحشوه ما تبقاش خارجه على برا، كيجي يشكل. هذا هو الشكل ديالو. ما غتحتاجوش بشي حاجه باش تلصقوا هذاك الصابلي، لان هذيك صافي كتكون كتلصقوا هذيك الحشوه اللي درنا هنا. الحشوه الثالثه ديال هذه العجينه ديال التمر راه كتشاركت معكم. درت فيها العجينه ديال التمر، كندير معها شويه ديال درت معاه هنايا غير شويه ديال الكاوكاو مطحون محمر، مطحون رانتوما كتشوفوا، ولا ولا الجلجلان، وشويه ديال البخاليني حتى هو. ولا بغيتو تخليوها غير بحال هكاك راه كتخليوها. هنا هاد العجينه ديال التمر اللي استعملت شويه الكاليتي ديالها بحال بانت ليا ناقصه، ما ماشي ديك الكحله كيبان بحال ديال الدار، يعني ديك اللي كنصايبوه في الدار. المهم قطعته انا بهذا الاطار، هو اللي غادي نعمر به. كديروها بنفس الاطار اللي غادي تعمروا به نتوما تقطعوا به، نفس الشكل ديال الصابلي اللي غادي ديريه. وتا هو ما كيحتاجش شي حاجه باش شي تعليك اولا شي حاجه. صافي وكنشكلو وندخل اذا كان باقي خارج من شي بلاصه كيجي شكل ديالو زوين. انا شديت نصو درتو في الكاوكاو صافي، بداك الشكل درت فيه الصوص ديال الفريز وبالصحه والراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته البنات. اليوم غادي نوريكم هاد الصابلي، الشكيله ديال الصابلي كيجي زوين رقيق ومخدوم